وبحنانها. بقيت أحس فيها إن هي أمي مش أختي الكبيرة. لغاية ما أختي طبعا اتجوزت وخلفت بنوتة، وأنا في الوقت ده برضو اتجوزت بعد فترة طبعا لما خلصت جامعتي. كانت في الوقت ده أختي معاها بنت عندها 7 سنين. بس أختي طول عمرها من يوم ما اتجوزت وهي بتشتكي من جوزها اللي كان أخلاقه مش كويسة، اللي كان ماسك ماسك في البيت وبرحيل، وما كانش بيديها حاجة، لكن كان فلوسه كلها بيضيعها بره. كان بيضيعها على الحريم، وكان دايما سلوكياته مش كويسة، ولف دي ودي، وكان ماشي ومش تمام، وكان بيعرف عليها حريم كتير. وغير كده كمان كان بيضيع فلوسه بره عليهم، لكن في البيت كان بيأثر، ما كانش بيعملها كويس. ولما كانت تقول لي انت ليه بتعمل كده، هو انا وحشة ومش مالية عينك، كان يقول لي انا حر في حياتي ملكيش دعوة. اختي المسكينة دي كانت بتغضب كتير هي وبنتها، وكانت دايما قاعدة عند بابا اكتر انها قاعدة في بيت جوزها، من كتر ما هو بيعملها وحش، ومن كتر ان هي بتشوفه كل شوية مش الزوج المثالي، لا الزوج الخاين اللي ليه علاقات كتير مش تمام. ولما كانت بتبص في تليفونها وتفتحه من وراه، كانت بتشوف فيه شتات بينه وبين كلام حريم مش تمام. كانت بتبقى متضايقة جدا، وكانت بتبقى قرفانة، لكن كانت ساعات تقول عيش عشان خاطر بنتها لما وصلت 8 سنين. كنت في الوقت ده أنا لسه عروسة جديدة، متجوزة بقالي سنة، بس كان لسه ربنا ما أمرش إن أنا أخلفها. المهم كان عدى على جوازي سنة، وكانت بنتها خلاص وصلت ل8 سنين. في الوقت ده أختي كانت بدأت تشتكي من وجع في راسها أو في دماغها، دايما كانت تقول في ضعف بيمسك دماغي، بيخليني عايزة أكسر دماغي في الحيطة. في الوقت ده قلنا لها أنا وبابا يمكن انفعال، يمكن من كتر الزعل، يمكن من كتر التفكير، لكن الموضوع كان مطول معاها جامد، لغاية ما رحنا حرمناها على دكتور مخ وأعصاب. وساعتها قال أنا عايز إشاعة مقطعية على المخ. ساعتها اكتشف المرض اللي عين عافانا الله وعافاكم إن عندها ورم في المخ، والورم ده كان يعتبر بقاله سنة، وهي ما كانتش حاسة بيه. لما الورم كبر خلاص بدأت تحس بصداع، وبدأت تحس إن نظر عينها بدأ يضعف، لغاية ما بقتش تشوف خالص. طبعا قعدت في العناية تاخد جلسات كيماوي وعلاج، لكن كانت الحالة ميؤوس منها. قعدت أختي 6 شهور تحت العلاج، لكن توفاها الله يرحمها. فطبعا وأختي في النهايات لقيتها بتقولي بقولك إيه يا إيمان؟ قلت لها قولي يا حبيبة أختك. قالت لي أنا بوصيكي ببنتي، أنا ما حلتيش غيرها، وأبوها عمره ما هيربيها تربية كويسة ولا هيفوق لها. أنا لو جرالي حاجة، والأعمار طبعا بيد الله، هي هيسيب بنتي تضيع وهيعيش لنزواته، وطبعا هيصدق إن البيت خلا، ويبقى حر ويعمل اللي هو عايزه، فمش هيربي بنتي تربية سوية. عشان خاطري زي ما أنا ربيتك يتيمة وكنتي نعمة أم ليكي، اعتبري نفسك مكاني، خلي بالك من بنتي وربيها وكرميها في تربيتها. وأنا عارفة إن أنا بشيلك حمل تقيل، لكن أنا خايفة على بنتي، وحاسة إن أنا نهايتي قربت، وحاسة إن أنا هقابل رب كريم قريب. عشان خاطري بوصيكي ببنتي إن تكون تحت عينيكي، اوعي تسيبيها لأبوها يبهدلها ولا يضيعها. وغير كده انت عارفة إن أبويا سنه كبير، مش هيعرف يربيها وياخد باله منها. ساعتها أنا وعدت أختي وقلتها بنتك في عينيا الاتنين، ما تشيليش هم، وإن شاء الله هتبقى أحسن واحدة في الدنيا. ووعدت أختي على كده، وقلت لها أنت ليه بتقولي الكلام ده؟ أنت بكرة هتطلعي من المستشفى وهتبقي زي الفل. لكن مفيش أيام بسيطة وأختي الله يرحمها توفاها الله. في الوقت ده قلت لجوزي أختي موصياني على بنتها إن أنا أعيشها معايا. كانت أختي خلاص بنت أختي بقى عندها 9 سنين. لقيته بيقول لي بقولك إيه، بنت أختك شالت همها، مش سهلة ومسؤولية، وبيتهيألي الأولى بيها اللي يربيها أبوها، لأهل أبوها هي مش يتيمة أب، لكن أنت هتشيلي همها ليه؟ قلت له أنت ما تعرفش أختي عملت عشان إيه. أختي كانت سايباني عند 12 سنة ويتيمة، وكانت أختي دي الكبيرة اتجوزت يمكن بعد سن، لغاية ما اطمنت عليا عشان خاطر ما ترباش لوحدي واتبهدل. أختي دي ما كانتش أختي، ده كانت أمي اللي ربنا عوضني بيها بعد وفاة أمي. عمري ما حسيت إنها أختي الكبيرة، كانت دايما ما بقولهاش إلا يا ماما، وجي الوقت إن أنا جزء من جمايلها. وعشان خاطري اقبل إن بنت أختي تعيش معانا، طفلة بريئة عندها 9 سنين، هتروح فين وتيجي منين؟ وأنا قلت لك قبل كده أكتر مشاكل كل أختي مع جوزها كان عشان نزواته، إن هو شايف نفسه كده وبيلاغي، وإنسان سلوكياته مش تمام. فطبعا البنت لو عاشت معاه مش هيهتم بيها، وفي نفس الوقت هتبقى فرصة إن يجيب ناس مش كويسة في البيت، أو يتجوز واحدة مش تمام والبنت تتبات. عشان خاطري ما تخلينيش أحس إن أنا مش قد الوعد اللي وعدته لأختي. ساعتها جوزي قال لي خلاص زي ما انت شايفة، وهو حتى قايل عليه لغاية ما تنازل ووافق إن البنت تعيش معايا.
وجبتها تعيش معايا. في الأول كنت بحس إنها بنتي اللي أنا محلفتهاش، وكنت دايما أجيب لها لعب بفرحها ولا أدبسها وأكلها أحسن أكل وأديها دروس كويسة وأعلمها بنفسي. وبدأت إن أنا أحس إنها من النهاردة بقت بنتي، والبنت كانت قريبة مني قوي وكانت بتقولي أنا بحبك زي ماما بالظبط. وطبعا عشان هي يتيمة كانت بتبقى كسرة جوايا خاطرها، لو شفتها حتى تعبانة كنت ببقى محتارة أعمل لها إيه. كنت خدامة تحت رجليها عشان خاطر هي ملهاش حد، هي يتيمة أم وأب. واستهتار كأن أنا كان ظروفي وأنا صغيرة عند 12 سنة كانت أحسن من ظروفها، لأن كان ليا أخت نعمة الأم وكان ليا أب حنين عليا، فكنت متعوضة الحنان من ناحيتين. لكن بنت أختي يتيمة أب عشان أبوها مستهتر، وبقت يتيمة أم، فعشان كده كان بيكسر في خاطرها لما بشوفها زعلانة. كنت بهتم بيها أكتر من نفسي. وسبحان الله بقيت أقول أدمها خير عليا. بعد سنة جواز ما كنتش خلفت، لكن بعد ما قعدت معايا سنة كمان ربنا عوض عليا بحمل، وحملت وربنا عوض عليا بعد 9 شهور ببنت كمان. البنت دي كانت بعملهم البنتين زي بعض، يعني لو جبت لبنتي حاجة كنت أجيب لبنت خالتها زيها، وطبعا كان بجيب لها الحاجة اللي تناسب سنها. وجوزي لما لقاني خلفت بنت وبقى معايا كمان مسؤولية بنت أختي اللي أبوها ما بيبعتلهاش حتى مصروف ولا بيسأل عليها حتى ولا بيعايدها، فساعتها قال لي إحنا دلوقتي معانا بنتين، والبنتين مسؤوليتهم صعبة، وإحنا ظروفنا مش زي ما انتي فاهمة قد كده، أنا لازم أسافر. وقلت له هتسافر فين؟